إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مغرب كورة تيب. فيديو اليوم كيتكلم على حديث الإعلام التونسي على مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره ديال تنزانيا اللي فاز بها بثلاثية نظيفة، والتقييم ديالهم لجميع اللاعبين من الحارس إلى جميع اللاعبين اللي شاركوا في اللقاء. وصراحة الإعلام التونسي تكلم بطريقة جيدة عن المنتخب الوطني وبدا الإعجاب ديالو بطريقة اللعب ديال المنتخب. فرجة ممتعة، نتلاقاو في آخر الفيديو إن شاء الله. تحياتي للجميع. قال حول أن المغرب ممكن ما يلقاش نفس الظروف، المغرب يفشل في بلوغ الدور نصف النهائي منذ 2024 سنة ما وصلش للدور نصف النهائي. البارح المغرب ممكن وجه انذار شديد اللهجة إلى كل المتابعين وكل المنافسين على كأس أفريقيا للأمم. وجه انذار من الديمي فينال تاع قطر، وجه الديمي فينال عنده برشا فوالا ليكيب باتر تو يكذب عليك. شو غاديك ليكيب باتر زوز هما السينيغال افضل زوز فرق قريتهم. قلت لك دو موندياليست مش لاعب مستوى نتاعهم قعد استقرار. لو انه زاد انا عجبتني مالي كابتن. شو بون تو نتكلم على اللعب وعلى الواحد وعلى الدنيا كابتن. مالي صحيح امين باهيه، لكن على 50 دقيقه الاولى بعد ضربه جزاء السيناريو كله تبدل. وقتها كان في ال 50 دقيقه الاولى كان جو ايجال معناها ضربه منه وضربه منه. صحيح. الافريق دي سود. خليني توقف. اش قلت لي انت؟ قلت لك وجه انذار. وجه انذار وكان انا ما نتكلمش على كان ساعه نكملوا مباراتنا مع المالي وبعد ربي يعمل المغرب مع الاساتذه في البروفيسوري. يلا نبداو بحارس مرمى نادي الهلال بونو على 10. كابتن خالد حسني قداش تعطيه؟ على 10 ولو ما نتي فاسوليستي نعطيهم 7. نجمو 7. محمد 6. حكيمي 7. 8. شيبي 5 ونص. كابتن 6 ونص مازال صغير واحد كذا. سايس لا مش صغير كابتن. 7. يلا كابتن سايس دي ماركه هدف الاول. رومان سايس قائد منتخب المغرب. 6 ونص. 6 ونص اكرم. 6 ونص. 6 ونص. قداش كابتن؟ 6. مليح 5. كابتن 6. امرابط 7. 7 كابتن قدام متفاهمين انا 7. وناحي رجل المقابله 8 ونص. 8 ونص كابتن قدام ناحي 9 ونص. 9 ونص. واو. الزلزولي 7 ونص. 7 ونص. قداش كابتن زلزولي؟ 7. مانيش بعد زياش المتسبب في 6 ونص. الدور 6 ونص. كابتن قداش زياش؟ 7. 7. ونسيري يوسف 6 ونص. 6 ونص صاحب الهدف. نعطيه 7 اهداف خاطر الاهداف راهو عندها قيمة. يسجل كابتن النسخه الرابعه على التوالي منذ 2017 هو يسجل به. عدلي 7. 7 كابتن عدلي. كيف خنوس 6. 6 كابتن خنوس 6 ونص. 6 ونص. والمدرب وليد الركراكي 7 ونص. 7 ونص. كابتن قداش وليد الركراكي يا اخو؟ والله شو وليد الركراكي يا اخو 6. 6 عليه 6 كابتن. شو اللعبه تلعب وحدها يا خويا عندك الملاعبيه هذوما عندك الواحد يا كابتن. اي انت معناها الانترفونسيون تاعو تاع 6 باهي. شو 6 خايبه؟ 6 باهيه. متوسط. خمس نسألك في التنقيط كان تبع ليكيب والجازيتا. تبع فيهم الكل. صحيح. شوف التنقيط نتاعهم راهو سوفا سكور وهذوكم راه ماهمش صحيح. روبير. حتى في السكور تنقيتهم به. لا ما همش روبير، ما يعتمدوش عليهم في الجمعيات والولايات. اما شوف التنقيط نتاع هذوما خاطر تعطي الواحد 9 ولا 10 هما معناها رجل مقابله وناحي الحقيقه وناحي نتاع مارسي مش وناحي المغرب لا علاقه. ملا يندو في 8 ملاعبيه في ان اسباس ريدوي افيك بالانتيريور معناها متعه. كابتن المغرب يبدو من اللي لمسناه من اللي شفناه في مباراه تنزانيا مباراه افتتاحيه به سي افونتاج كبير انه المغرب لعب نهار 17 جانفي معناها المسابقه تلقت نهار 13 من نهار 13 ويشوف المفاجات في كاس افريقيا الامم. خذا حذروا منتخب المغرب من كل كبيره وصغيره. ومنتخب المغرب تحس فما تركيز كبير على المسابقه هذه بعد مونديال قطر. والله فما تركيز عادي جدا تركيز معناها بعد مش نعاودوا احنا بعد الانجاز التاريخي واللي مستحيل باش واحد اخر يعاودوا الدومي فينال. انت كي تشوف المغرب توا معناها الركراكي مرتاح عليه مرتاح. اللي يدربوا في المنتخبات الكل هما عندهم مشكله الاوتوماتيزم هكا ولا مشكله كبيره ياسر ما حبوش يفهموها في تونس. خصك كي تحط ملاعب هنا وهنا وليت كابتن فما برشا امور اخرى ان شاء الله نعرفها بشوي. الاوتوماتيزم نتاعو تخلق توا ملي هو على راس المنتخب وتخلق سيرتو تولد في كاس العالم. دونك من الناحيه هذيا عنده بونوس الوكس بور لوي يكذب عليك. بالنسبه للمنتخبات الاخرين حتى السنغال كيف نفس الشيء نحطه مع المغرب بالاوتوماتيزم اللي باهي. بعد تجي تقارن لا فالور تكنيك يا خويا معناها ما تفرقش بين كلكو معناها من بعض الاساسيين باش نقولوا والاحتياطيين من ديجا الثنائي اللي دخلت في كي عندك مقابله كابتن الدور. كي عندك لا بروفيسور دو بون معناها ما تخافش كي تحب تمشي لبعيد شكون باش يعاونك والبنك نتاعك. ولهذا السبب عيط اسمه العطال والمزراوي. مش قال ركراكي شكون عطال؟ لا عطال هاد في الجزائر مش العطال لا اسمه بوفال لا نيس تاع نيس ما يلعبش اسمه. شكون تحكي كابتن؟
بوفال بوفال الريان جي كونفوندو جي كونفوندو تزيد بوفال على وزن عطال. اي باهي عيط سيرتو المزراوي بليسي نو اش قال لك؟ قال لك اي بوفال تقصد انت كابتن بوفال تبليسها في الدوبلي ماتش وقعد مرتاح ما لعب حتى ماتش وعيط له. صحيح تحكي على بوفال جي معناها اعتذر جي كونفوندو في عطال بوفال سي سا صاري حسيب ما حتى عطال تونسي ما نحكيو عليه كابتن هذاك. واش قال معناها؟ قال لك انا في مخه انا ننوي باش نمشي بعيد دونك نعيط المزراوي بوفال مش نلقاهم بعد مش نلقاهم مازال الطريق طويل ولكن مش نلقاهم باش يفيدوا المنتخب ان شاء الله يتعافاو خاطر بالوقت يتعافاو هذا هو معناها جروسو مودو ولكن معناها وقتاش ولا استعراض ولا عرض كروي وقت اللي يلعب 10 الاخرين بالضبط هذاك هو نعطيو حق كل واحد فهمتي اكثر ولا اقل بون بور لو ماروك واحنا الناس الكل معناها متوقعين المستوى اللي باش يقوم به المغرب على المستوى الفني المستوى كذا خويا اللاعبيه ويعطيهم الصحه فهمتي ولا سيتيغال هما توا هما السينيغال كذب عليك وقت قلنا اول كلامنا سامحني قلنا دو موندياليست كيتو سامحوني اللي شاركوا في الكان خويا عطاو السينيغال عطات وهذه عطات دو موندياليست اللي توا المستوى نتاعهم معناها اللي يتفرج في المغرب وممكن عنده امكانيه انه يواجه المغرب في الدوري القادم يخاف. انا ليه ما نبدلوا الموضوع خاطر انا بيدي كنت نقول نفس الكلام تاع الكابتن فهمت. فما انانتيس يعطيك البروف معناها حكايه الاستقرار والثوابت في المنتخب المغربي. التشكيله اللي لعبت البارح بارابور التشكيله اللي لعبت اول ماتش في كوب دي مون كونتر كرواتيا زوز تغييرات كهو وزوز اضطراريه بوفالي قلنا كان بليسي دخل في بلاصته الزلزولي ومزراوي وعطاي طلع لي دوز ريرغوش مضروبين لعب الشيبي التسعه الاخرين هما بيدهم شيبي مثلا اللي هو ممكن هو في اليرارشي معناه يجي هو لاعبوا ارير معناه بار اوبليغاسيون معناه فما زوز ما يلعبوش لي دو لاتيرو غوش اللي هما مزراوي عطاي طلع بليسي ما باش يدخل باش يرجعوا الزوز فهمت. دونك البارح لا يتوبليجي شكر برشا ركراكي شكروا ياسر هو بطبيعته جينيرو في الليفور يلعب في بيراميدز معناها مستواه باهي محترم مش خايب معناها الى في لافير البارح في الماتش وعبى بلاصته. تعتبر كابتن كي تشوف انت المغرب وامكانيه انه المغرب ينجم يواجه تونس راهو في الدوري القادم اذا تونس تترشح ثانيه والمغرب تترشح الاول نواجهوا المغرب. تعتبر انه المغرب البارح فما برشا كلام تقال حول انه المغرب ممكن ما يلقاش نفس الظروف المغرب يفشل في بلوغ الدور نصف النهائي منذ 2024 سنه ما وصلش للدور نصف النهائي. البارح المغرب ممكن وجه انذار شديد اللهجه الى كل المتابعين وكل المنافسين على كاس افريقيا للامم. وجه انذار من الدومي فينال تاع قطر وجه دومي فينال عنده برشا فوالا ليكيبا باتر تو يكذب عليك شو غاديك ليكيبا باتر زوز هما السينيغال افضل زوز في رقريتهم قلت لك دو موندياليست فماش لاعب مستوى نتاعهم قاعد استقرار. لو انه زاد انا عجبتني مالي كابتن شو بون تو نتكلم على اللعب وعلى الواحد وعلى الدنيا كابتن مالي صحيح امين باهيه لكن على 50 دقيقه الاولى بعد ضربه جزاء السيناريو كله تبدل صحيح. وقتها كان في ال 50 دقيقه الاولى كان جو ايجال معناها ضربه منه وضربه منه صحيح الافريق دي سود. خليني تبقى اش قلت لي انت؟ قلت لك وجه انذار وجه انذار وكان انا ما نتكلمش على كان ساعه نكملوا مباراتنا مع المالي وبعد ربي يعمل لي ها نعرف انا شكون مثلا فاز على المنتخب المغربي في زوز مناسبات خلال مواجهه المغرب مره في دور نهائي ومره في 2012 كان انا مش غلط في الدور الاول من كاس افريقيا الامم. حاضر معنا مباشره من كوروغو قائد المنتخب السابق عنده قداش من ماتش في كاس افريقيا الامم يخص المنتخب المغربي قبل والله جو بارتاج على تونس صفه عامه جو بارتاج معناتها 100% معناتها فوزافي معناتها اناليز في مكانها. المنتخب المغربي معناتها حافظ تقريبا على التشكيله الاساسيه نتاعو اللي يلعب بها لمده توا اكثر من سنتين. اللاعبين اللي نجح بهم الركراكي في كاس العالم متواجدين حتى مثلا بوفال اللي هو قيمه اساسيه وقيمه ثابته لكن ماهوش حاضر كما يلزم. الزلزولي فرج في هذا في نهائي كاس افريقيا اللي تحت 23 سنه حقيقه معناتها لاعب اتو كبير. حتى كان يكون بوفال ممكن في احسن حالاته واعتقد انه الزلزولي في الكاس الافريقيه هذه باش يكون هو المفاجاه نتاع الركراكي. المثلث على الجهه اليمنى نتاع حكيمي وناحي وزياش نقطه قوه معناتها شفنا حتى في الشوط الاول معناتها ولو كانت المنتخب التنزاني كان غالق الجهه اليسرى لكن بالفات بريبيتي لو فات معناتها باش تمشي ان كونترا اجبروهم باش ياخذوا الورق الصفر وفي الاخر معناتها بالواقع حمر سهلوا المسؤوليه على رواحهم. منتخب محترم جدا اكيليبري على المستوى الدفاعي تقريبا بونو ما ليناش مباراه كامله. ستابيليتي ديفونسيف الحاجه الوحيده اللي تتر ريت هنا النجم نتكلم عليها بصفه يمكن سلبيه هو نحب نشوف الثنائي الدفاع اللي متواجدين هما سايس وارجل
بالساق اليسرى في مباراه يمكن اكثر تكتيكيه ومنتخب يمكن اصعب ممكن يقلقوهم. مع انه ولو انه معناتها امرابط في التدرج بالكره هو ياخذ الجهه اليمنى ويحاول يخرج معناتها الكره على الجهه اليمنى، لكن مباريات تكتيكيه تبدا في مستوى عالي، خاصه المنتخب السنغالي او المنتخبات اللي عندها لاعبين معناتها، والمنتخب النيجيري واوسيمان ممكن معناتها على مستوى البريسينغ يقلقوهم. غطاسه معناتها حقيقه منتخب معناتها محترم ويكيبري برشا. إذا الإخوان كما شفتوا في الفيديو، الإعلام التونسي كرشح المنتخب المغربي كالمرشح رقم 1 للفوز بكأس أفريقيا 2024. وهذا الترشيح اللي كان بعد المشاهدة ديال اللقاء الأول وتقييم ديال اللاعبين والمدرب، طريقة اللعب اللي كانت رائعة، مباراة تنزانيا، تقييم اللي كان من إعلاميين كبار كخالد حسني، وأيضا من لاعب دولي سابق اللي كان عميد المنتخب التونسي سابقا اللي هو اللاعب كريم حقي، اللي أبدى الإعجاب ديالو بالمنتخب المغربي وترشيحه للفوز باللقب. نتمنى يكون إن شاء الله هذه الترشيحات تصب في صالح المنتخب الوطني، تكون صحيحة إن شاء الله. تحياتي للجميع، وما تنسوش نخرطوا معنا في القناة، وشكرا لكم وتحياتي لكم، إلى اللقاء.